نوريكم كيف يتم تغييب الحقيقة عن العالم والناس. يقول لكم الحرب السعودية اليمنية عام 1934 تعود خلفيتها إلى التاريخي إلى حرب وقعت ما بين المملكة المتوكلية اليمنية الأزدريسية، ما أدري مو هي، المهم ما القراءة. فترة متقاطعة بدأت منذ عام 1924 حتى أكتوبر عام 1926 عندما تحولت الإمارة الإدريسية إلى حكم ذاتي تحت حماية السعودية. طيب هذه الأراضي كانت يمنية خالصة 100%. شوفوا التزييف كيف، وسيادتها بناء على اتفاقية مكة عام 1926، وبعدها تحولت الاتفاقية إلى حماية من حكم ذاتي إلى اتفاقية سيطرة كاملة بعد ضم المنطقة في أكتوبر عام 1930. بعدها بسنتين تمردت الأزدية على الأدريسية مدري إيش، أنا ما عرفت أقرأ الاسم هذا، على الملك عبد العزيز ما بين نوفمبر عام 1932 فبراير عام 1933. وعندما فشل التمرد أصبحوا لاجئين في اليمن، عند الإمام يحيى حميد الدين. هذه الأراضي كان يمنيين، هذا لا كانوا لاجئين ولا كانوا شيء، بس ضحكوا عليهم بتواجد البريطانيين وقالوا لهم من احنا بنخلي. ثم بدأ الملك عبد العزيز ذيك الفترة يفرض عليهم القرارات، وهذه كان قبائل يمنية خالصة، مش ما يقبلون انهم يكونوا عبيد. نجران وجيزان وعسير وأبها وغيرها ما يقبل انه يكون عبد، دولة أحرار. شافوا انه بانقلاب من الملك عبد العزيز حاولوا انهم يتصدوا له. كيف قال؟ رجعوا يقولوا انهم هربون لليمن وتحت حماية الامام يحيى حميد الدين. ناس شوفوا كيف يحاولون يلعبون علينا وتزييف الحقيقة. شوفونا اليوم كيف يغيرون كل شيء على مواقع الانترنت، بالاخبار، بكل شيء. انتوا كيف يخفون الاتفاقيات اللي صارت ما بينهم هم والامام؟ وين يطلعوها؟ اخر مستندات بالزول اللي كان المغضوب عليه عبد ربه منصور هادي جاب شركات تكتشف النفط وتخطط، وجاب المخططات وكل شيء، زاد الزنوة بزيها ووديها للسعودية. ما قدر يخفيها باليمن، يناول مسؤولين باليمن. هذه ملك الشعب، مش ملك أبوك إنك تبز مستندات وأوراق وتهربها لخارج البلاد. حتى لو أنت هارب، حتى لو بتقيم عليهم حرب، ما تهرب مستندات من داخل البلاد. شوفوا التزييف لا وين، شوفوا يعني كيف يذهبون العقول وتغييب الحقيقة. هذه الأراضي يمنية، وإذا ما تكلم عنها الحوثي وحكومة الرياض أقسم بالله بنجعل أمها ثورة عليهم الطرفين، ما نخلي أبو أي واحد فيهم يحكم البلاد.